السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أسماء. وبغيتي كيكة هماوية اللي تحمر لك وجهك مع ضيافك، ما عليك إلا بهاد الكيكة اللي كتجي رائعة خفيفة وطالعة من أول تجربة إن شاء الله. تبعي لا فيديو من الأول حتى الأخير، غنشارك معك جميع الأسرار والتفاصيل باش تنجح معك الوصفة إن شاء الله، تنال الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا أخوات بلايك الفيديو فضلا وليس أمرا، وندوز معكم مباشرة المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج هنا واحد الاناء اللي غنوضع فيه 3 ديال البيضات، والحجم ديال هذا البيض هنا كان عندي كبير. غادي ندير رشه خفيفه ديال الملحه ضروريه باش كتعدل لينا المذاق ديال الكيك او الحلويات، يعني رشه خفيفه ديال الملحه. كيس ديال السكر فاني باش كيعطينا واحد المذاق زوين الكيكه وما كنحسوش نهائيا بالريحه ديال البيض. وكأس ديال السكر سنيده. اول مرحله واهم مرحله هي هاد المرحله ديال طربي مزيان السكر مع البيض حتى كيتغير اللون ديال الخليط. شوفوا اللون ديال البيض مع السكر كيفاش كان صفر، ولكن خدموه مزيان حتى كيتغير اللون ديالو، كذلك حتى القوام ديالو. هذا الشيء كيعطي الكيك واحد الخفه زوينه. غادي ندير هنايا ياغورت اولا دانون بالنكهه ديال الفاني، وغادي ندير هنا عصير ديال الحامضه. حكيت القشره ديالها غير واحد شويه منها ماشي بزاف باش ما كتمررش لينا الكيكه، ولكن غادي نعصر العصير ديال حامضه وحده كبيره، وغادي نكبها في الكاس ونعمر عليها بالماء. غادي ندير كاس مع مرش ديال الزيت، يعني كاس الا ربع ديال الزيت المائده. وغادي نطحن هاد المكونات كلهم مزيان مزيان حتى ما كينسجموا، هذاك الياغورت ما كيبقاش نهائيا باين. غادي ندير 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى من فئة 8 غرام الوحدة، يعني المجموع 16 غرام. وغادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. درت هنا الكأس الأول ديال الدقيق ودرت الكأس الثاني، نغربلهم مباشرة. من الأحسن غربلوهم وفوق الخليط باش الكيكة كتجينا خفيفة. ما تجبدوش مثلا الدقيق من البلاصة ديالو تكبوه نيشان، هكا الدقيق كيكون باقي ثقيل. من الأحسن غربلوه وانتوما كتخلطوا، او لا غربلوه في شي طبيسيل وعاد بداو كتكبوه بشويه بشويه. يعني الغربله ديال الدقيق كتعطي تعطي حتى هي واحد الخفه الكيكه. هنا غادي نخلط في الاول هذوك 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض، ونشوف يعني هنا الخليط بان لي انا باقي خفيف وبزاف، يعني ما هذوك 2 كيسان يعني ما قادينش. زدت الكأس الثالث وغادي نعاود نخلط، حيت المكونات السائلة هكا كانت كتيرة. يعني كان الزيت، كان الياغورت، كان الحامض، كان البيض. وهاد الكيكة غتجينا طالعة بزاف. هنايا 3 الكؤوس ديال الدقيق الأبيض كانت كافية. غادي نزيد هنا ملعقة ديال الخل باش كتعطينا واحد الهشاشة للكيكة. وغادي نضيف تقريبا واحد الملعقة عامرة ديال البافو، وغيبقى على حسب الذوق. الا كنتو كتبغيو هكا بزاف اولا شويه ديروا عينكم ميزانكم. هنايا البافو هو بذور الخشخاش. صافي هذا هو الشكل ديال الكيك اولا القوام ديالو كيفاش خاصو يكون. غادي ناخذ هذا المول اللي عنده الحفره في الوسط، اولا تقدروا ديروا المول اللي سامبل ما فيش هذه الحفره. وغادي نكب الخليط مباشره. غتهزوا يدكم الفوق وتكبوا الخليط نيشان. وغادي ندخل الكيكه الفران بارد، يعني الفران كنت باقا ما شعلتوش. دابا غادي نشعل الفران وندخل ليه الكيكه، وغادي نخليها حتى كطيب تماما. ما تحلوش عليها الفران نهائيا. خليو الكيكه في الفران حتى كتشموا الريحه ديالها، ماشي كل مره تبقاو تحلوا. بعد على الاقل واحد نص ساعه الاولى ما تحلوش عليها نهائيا الفران. غتبان لكم طلعات وغاد تحمرات من الجوانب، عاد شعلوا عليها من الفوق باش تزيد الذهب اللون ديالها. غنخرجها ونخليها تبرد، وغادي نوجد هاد الكريمه اللي غنحتاج ليها. كأس ديال العنبة ديال الحليب، او لا الا كان كاس كبير ديروا نص كاس. هذاك الكاس اللي شفتوه راه كبير، يعني عبرت انا الكاس ديال العنبة. ملعقه ديال المايزينا وملعقه ديال السكر. غادي نخلط هذوك المكونات مزيان ونحطهم فوق نار مهيله حتى كيبدا كيعقد الخليط. بالنسبه للخليط خلوه يعقد شويه باش ماشي غير تكبوه فوق الكيكه ويسيح كامل، يعني خليو الخليط هكا شويه يكون عاقد ماشي خفيف بزاف. غادي نرش فيه، غادي نحك فيه القشره ديال الحامض. كيف ما قلت لكم قبيله الحامض القشور ديالو راه ما ديروش وحده كامله القشور ديالها وسط الكيكه، ديروا غير منها
وما تبقى حكوه على الكريمة باش كتعطينا واحد المذاق زوين هاد الكريمة، ويجي فيها لوغو زوين. هنايا غادي نضيع هذيك الكريمة ونحاول انني نهبط شوية من الجوانب، يعني ومن الأحسن أن كيما قلت لكم الكريمة تكون شوية عاقدة، ما تكونش خفيفة باش ما كتهبطش على الكيكة، هاكا باش كتبقى شادة. حتى إلا بغيتي مثلا ديها في يدك عند الناس، أو لا مثلا تبقى يعني ما كتسيحش عليكم كاملة وتبقى من الفوق خاوية. هنا زينتها بالورد الملون أو لا الورد البلدي اللي ملون، راه كيتباع في المحلات ديال الحلويات. زينتها من الفوق. ممكن انكم تحكوا غير الحامض الخضر القشره ديالو، او لا تزينوا بحبيبات الشكلاط او اللوز ايفيلي، يعني هذاك الشيء اللي متوفر عندكم هو اللي تزينوا به. هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه، كتجي هماويه، وتقدروا ترشوا فوق منها حتى شويه ديال القشور ديال الحامض. كتجي غزاله الكيكه ديال الحامض في الصراحه، من الكيكات اللي رائعه، وكتعطي واحد الهشاشه وواحد الخفة للكيكة، وكتجي ناجحة 100%. يعني هذاك التفاعل ديال الخال مع الخميرة مع الحامض كيخلي أن الكيكة تجي طالعة ومنفوخة. يعني غير تبعوا هاد النصائح والله حتى تنجح معاكم من اول تجربة، خصوصا البنات اللي عندهم مشكل مع الكيكة كتهبط ليهم. يعني اول حاجة اللي علاش كتهبط لك الكيكة الا كانت خفيفة، يعني ما درتيش فيها كمية كتيرة ديال الدقيق هكا ما يكون الخليط سيح، راه كتهبط. وإلا كترتي الخميرة تاني، يعني ما تفوتيش جوج خمارات ديال الحلوى، راه كافيين باش يطلعوا لك الكيكة. شوفي الخفة ديالها وكذلك طالعة ولذيذة في المذاق ديالها كذلك. هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى هاد الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم، تجربيها ان شاء الله تنال الاعجاب ديالك وتجربيها وتنجح معك الوصفة من اول تجربة. وإلا بقيتي معايا حتى لهنا في لا فيديو وعجباتك الوصفة، ما تبخليش عليا بلايك الفيديو فضلا وليس امرا. كذلك الفيديو ما تخليش عندك بارطاجيه مع الاحباب والاصدقاء وصحاباتك والحباب ديالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الواتساب، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يعني فين ما كانوا صحاباتك بارطاجي معاهم الفيديو باش تعم الفائدة. وللمزيد من الفيديوهات والمزيد من الوصفات ما عليك الا الدخول للقناة وتشوفي هاد الوصفات اللي خليت لكم الصور ديالهم اللي كدوز دابا، تقدروا تدخلوا وتشوفوهم. وصفات سهلة ومبسطة واقتصادية. الناس اللي كتشوف القناة ديالي أول مرة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا. اشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، فعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات. ودائما مع الوصفات السهلة والمبسطة والاقتصادية اللي على قد الجيب، كنقول لكم إلى فيديو قادم وإلى وصفة قادمة بإذن الله.